السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا عن أورام المثانة البولية، الفيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه عن العلاج الخاطئ لأورام المثانة البولية، وهنا هركز كلامي أكتر عن الأورام العميقة في المثانة البولية، اللي هو الأورام اللي بتبقى مخترقة جدار العضلات. بشوف مرضى كتير جدا عندهم أورام خبيثة مخترقة جدار العضلات في المثانة البولية، وبيرفضوا يعملوا العملية الجراحية وبيكتفوا فقط بالمنظار واستئصال الورم بالمنظار. طبعا المريض ده بيضر نفسه، لأن الورم هيرجع سواء كان هيرجع موضعيا أو هيرجع لا قدر الله في صورة ثانويات موجودة في الرئة بصورة منتشرة. أورام المثانة البولية التوقيت فيها مهم جدا في تحديد خطة العلاج. فيا جماعة لو سمحتوا نهتم بصحتنا كويس ونلجأ لأهل الخبرة عشان ناخد القرارات الصحيحة في التوقيت الصحيح ونتجنب العلاج الخاطئ لأورام المثانة البولية. وربنا يتم شفاكم على خير إن شاء الله.